صحي رائع ديال الدجاج. وهنايا السلق او البياتولا بالنوعيه ديالها بجوج، الحمراء والخضراء، روعه. يلا هو معايا نوجدوهم. كل حاجه على بركه الله. غنوجدوا البياتولا او السلق اللي بالخضر العادي، والسلق هادو اوراق ديال الباربه، راه تا هما تيتباعوا بحال هكا. المهم انا غسلتهم مزيان بالماء والخل، وإلا ما كانش متوفر عندكم الخل غسلوهم بالماء والملحه، راه تيبقاو فيهم هذوك الطفيليات. اول حاجه غنجيبو حنا واحد المقص، وغنجيب هاد الخضره، هاد البياتولا عفوا، جبع حيت عندي بجوج انا في نفس الكولور. الوغ ماشي هذا، غنجيب مقص عادي، واحد طرونشات ديال الحامض، وغنضيف عليهم واحد جوج مزيودات ديال الحار، وغنسد على انا ما تنديرش دابا الملحه، ندير الزيت عفوا، الملحه حتى التالي عاد تنديرها. غندير واحد شويه زيت الزيتون، وفي هاد الاثناء غنجيب واحد المقيله اخرى حسب الرغبه. اش درت ليه هنا؟ غير شويه ديال الخرقوم. فوالا البنات اللي يعرفوني علاش تنهضر، الخرقوم يعني هو هذا، راه درت منه غير شويه صافي. ودرت الروزماري، غندير واحد المزيودات ديال الحار، وهاد الدجاج غنضيف ليه الملحه. فوالا انا بغيتو يجي متبل غير بالخرقوم صافي. غنضيف دابا هنايا في هاد المقيله شويه ديال زيت الزيتون، ما غندير لا زيت يسخن لا والو، غنحط مباشره في لابلا ديالي. الروزماري، انا راه عندي شجيره ديال الروزماري، شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله صافي. وغنسد عليه وغنديرو كذلك فوق البوطه. فوالا الدجاج درناه فوق البوطه، وكذلك عندنا هنايا بياتولا، ومره مره نحركوا البنات. فوالا شوفوا السلق ديالنا، هانتوما كيف قلت لكم راه هو الراس تيطلق الماء. المهم باقا ليه واحد 3 دقائق صافي، وغنضيف الملحه. من بعد 3 دقائق غنضيف الملحه وغنطفي عليه. فوالا ندوزو دابا لهداك الدجاج ديالنا. البنات شوفوا كي تجي روعه. غنجيب واحد البلا فاش غنقدمو، وغنضيف ليه زيت الزيتون، الدجاج ها هو شوفوا كي تيجي.
حتى هو كذلك غنجيب واحد البلا باش غنقدم اي فوالا. رافقته هنايا بشويه ديال الحامض. فوالا ساهلين بساط وغنيين. نتمنى انكم تجربوهم ورافقتهم كذلك بخويز ديال الدار. وهنا نختم الفيديو ديالي ونقول لكم تلاقاو المره الجايه ان شاء الله. بالصحه والراحه.